يا أهلا يا أهلا أهلا بيكم في فيديو جديد. في البداية لو أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. بيبدأ فيلمنا النهاردة في برلين في ألمانيا مع واحد اسمه بنجامين، وبيكون بيتكلم في التليفون وبيبقى خايف ومتوتر، وبيقول اللي بيكلمه إن هو اتكشف. وبعدين بيدخل غرفة في فندق وبيلاقي كل اللي فيها مقتولين. بعدها بنشوف بنجامين وهو مسلم نفسه للشرطة وبيحكي لهم وهو كان طفل صغير يبقى عنده قوة خارقة، ولكنه كان شخص مش اجتماعي وما كانش عنده أصحاب ولا أي حد كان يتكلم معاه. وبيقول ان ديت تعتبر قوة خارقة، وبيقول كمان ان كل بطل خارق عنده قصة مأساوية في حياته زي باتمان وسبايدر مان. وبيحكي قصته وبيقول ان والده اتخلى عنه اول لما اتولد، وكمان امه انتحرت وهو عنده 8 سنين، وان هو عايش مع جدته ودلوقتي لما كبرت هو اللي بيهتم بيها. وبعدين من هنا بتبدأ حكايته كبطل خارق بعد ما اكتشف قدراته في عالم الكمبيوتر والهاكر، وان هو يقدر يعمل حاجة وبيطلق على نفسه اسم نمين، وبيحس ان هو لقى العالم اللي شبهه واللي هيتقبله بعكس العالم الحقيقي اللي رافضه. وبيبقى فيه كتير مبرمجين احسن منه في العالم دوت، ولكنه بيبقى قدوته واحد اسمه MRX، ومفيش حد بيكون قادر يكتشف هويته الحقيقيه، وكل الهاكرز بتوع الديب ويب بيعتبروه الاب الروحي ليهم، وبيكون بيجيب لهم منشطات بسهوله جدا وبيعتبروها زي الدواء الرسمي بتاعهم كده. وبيتكلم بنجامين مع المحققه عن اول مره قرر فيها ان هو ينقل نشاطه الافتراضي لارض الواقع، وبيقول ان هو كان في مره بيوصل بيتزا المكتب في واحده اسمها ماري هو معجب بيها من زمان، وبعدين بتكون بتتكلم مع اصحابها وان هي عايزه حد يجيب لها اسئله الامتحان علشان تنجح، وحتى بتتريق على نفسها وبتقول ان هي كلمت ايرون مان ولكن هو قال لها ان هو مش فاضي. وبعدين بيشوف اصحابها بنجامين وبيضحكوا ويتريقوا عليه لان هو بيكون لابس لبس مضحك، ولكن ماري الوحيده اللي مش بتتريق عليه وبتروح تاخد منه البيتزا وبتحاسبه. ولما بيرجع البيت بيقرر ان هو يجيب اسئله الامتحان لماري علشان تنجح، وبيتخيل نفسه وهو متجوز هو وماري. وبعدين بيقرر يروح الجامعه علشان يسرق الامتحان ويخترق السيرفر بتاعها، ولكن علشان هو مبتدئ فبيتمسك بسهوله وبيتعاقب عقاب خفيف علشان ما عندوش اي سوابق اجرام. وبيكون العقاب بتاعه ان هو بيشارك في تنظيف الجنينه بتاعه الجامعه، واثناء ما هو بينظف الجنينه بيتكلم مع واحد اسمه ماكس وبيساله عن سبب عقابه دوت، ولكن بنجامين بيكون انطوائي ومش متعود يتكلم مع حد، وماكس بيستفزه علشان يتكلم وبيقول له بنجامين ان هو اتعاقب لان هو اخترق سيرفر الجامعه وكان عايز يسرق الامتحان. وماكس بيساله اذا كان يعرف يقرا لغه البرمجه، فبيقول له بنجامين ان هو يقدر يعمل كده بسهوله كمان. ماكس ما بيكونش مصدقه لان هو كمان مبرمج، ولكن بيعزمه على حفله بالليل بيكون فيها مبرمجين كتير، وماكس بيعرف بنجامين على اصحابه، واول واحد هو بول واللي بيكون متربي في دار ايتام وهو صغير بعد لما امه ماتت، وبيكون مهووس بفك وتركيب الشرايح الالكترونيه. وبيكون واحد تاني اسمه ستيفان وبيكون مبرمج محترف وبيعمل مغامرات خطيره في حياته، وبيبقى مسميينه بسيد البرمجيات، ومحدش فيهم بيبقى مصدق ان بنجامين مبرمج، وبيطلبوا منه اثبات ان هو يبرمج. وبيقعد على كمبيوتر وفي وقت قليل بيخترق سيستم المكان وبيقطع الكهرباء عن المكان كله، ولكن بتيجي الشرطه في الوقت دوت فبيهربوا بسرعه لان البيت دوت مش بيت ماكس ولا بيت حد فيهم. وبنجامين بيشوف ماري وبتطلع صديقه ماكس، وبعدين ماكس بيشاور للشرطه على واحد من الموجودين في المكان علشان يعرفوا يهربوا. وبعدين بيمشي ماكس مع ستيفان وبول، وبيبقى بنجامين وماري واقفين مع بعض، وماري بتفتكر بنجامين ان هو كان معاها زمان في المدرسه. بعدين بتمشي وبنجامين بيروح البيت ومش بيلاقي جدته في البيت، فبيجري يدور عليها فبيلاقيها في الشارع وسط العربيات وبيوديها المستشفى، وهناك بيقول له الدكتور ان عندها زهايمر من 4 سنين وان هو لازم يسيبها في المستشفى. وبيرجع بنجامين للبيت وهو زعلان على جدته، لكن بيقابل ماكس في الطريق. وبعدين بيقول بنجامين ان في حاجه واحده مشتركه بينه هو وماكس وهي حبهم للMRX، وعلشان يوافق يقابل اي حد ويتكلم معاه لازم يكون عنده 3 قواعد في حياته. اول واحده ان الهدف بتاعه يكون مستحيل، والقاعده التانية ان هو ما بيكونش بيستمتع في العالم الافتراضي فقط، والقاعده التالتة انك تكون متاكد ان مفيش نظام امن 100%. بعدين ماكس بيقول لبنجامين ان الثغره ما بتكونش في التطبيقات او البرمجه ولكن بتكون في الانسان نفسه، فبيرد عليه بنجامين ويقول له انت كده بتخترق الانسان نفسه، وبيقول له ماكس ان ديت هي الهندسه الاجتماعيه اللي بتعتمد على القوه والجراءه. وبيكمل كلامه وهو بيدور في صندوق وبيلاقي فيه ورقه المطعم، وبيدخل بالورقه ديت للعامل اللي في المطعم وبيقول له ان هو هياخد قطعتين زياده على الفاتوره ديت، وبيتكلم بثقه كده، والعامل بيخاف وبيديله اللي هو عايزه. وبنجامين مش مصدق اللي شايفه وبيزيد اعجابه بماكس وبثقته في نفسه اللي مش موجوده عنده. وهما ماشيين بيوصلوا عند جراج بيكون فيه ستيفان وبول بيسرقوا عربيه، وبنجامين بيبان عليه ان هو قلقان فبيطمنه ماكس وبيقول له ان هما هيرجعوها تاني. وبيوصلوا عند قاعه مؤتمرات وبيكون عندهم مهمه وهي اختراق جهاز متحدث باسم دوله الدنمارك، وبيدخل ستيفان وبنجامين، فبيدخل ستيفان بسهوله ببطاقه مضروبه، وبنجامين بيكون معهوش بطاقه والحارس ما بيكونش عايز
يدخله، وستيفان بيقول للحارس ان هو من الجماعه بتوع الدنمارك، وبنجامين بيتكلم كلمتين كده دنماركي قدامه علشان يصدقه ويدخله. وبعدين ستيفان بيركب كاميرا جوه القاعه، ومهمه بنجامين ان هو يخترق الجهاز اللي متوصل على البروجيكتور في القاعه، وبيكون قلقان. وبعدين بيخترق الجهاز وبيروح للعربيه بره، وبيقعدوا كلهم يتفرجوا على اللي بيحصل جوه القاعه. وبيكون المتحدث الدنماركي عارض حاجات للشعب الالماني على الشاشه، وبعدين بيظهر فيديو لهتلر على الشاشه، وبيتعصب الجمهور اللي في القاعه وبيشتموا الراجل الدنماركي. وماكس بيهرب بسرعه بالعربيه قبل لما الحراس يوصلوا له بعد ما بيكون عارفوا ان هو اللي عمل كده. وبعدين بنشوف بنجامين وهو بيكمل حكايته للمحققه، وبيقول لها ان ديت كانت بدايه فريق كلاونز، وان هم اختاروا الاسم دوت لان المهرج بيكون لابس قناع ومستمتع باللي بيعمله. وبعدين بيقول لها ان هم اخترعوا شركات كبيره وبيعملوا فيهم مقالب. وبيقول بنجامين ان ماكس ما كانش راضي على اللي بيعمله، وبيكون عايز حاجات اصعب علشان يلفت انتباه MRX اللي اتريق على مجموعتهم لما بيسمع عنهم. وبعدين بنشوف المحققه اللي بتحقق مع بنجامين واسمها هان، وبتكون متخصصه في مكافحه الجرائم الانترنت، وبتكون عايزه تقبض على مجموعه اسمها فريندس. وبعدين بيقول بنجامين للمحققه ان هم اخترقوا برامج مسابقات عن طريق ان هم اتصلوا بيهم بس وكسبوا عربيه، وحياتهم كلها بتكون عباره عن حفلات واختراق. وبيقول ماكس لبنجامين ان هو شخص جبان وملهوش صوت، وبنجامين بيتاثر بكلامه وبيحاول يكون شجاع، وبيروح يعترف لماري ان هو بيحبها، وبتتضايق منه لما بيجي يبصها وبتنزل من العربيه، وبيروح وراها علشان يعتذر لها، ولكنه بيلاقي صديقها وبينضرب علقه محترمه. وبعدين بيكمل للمحققه ان هو جبان ومغيرش حاجه في نفسه. وبعدين بيلاقي MRX بعت لهم رساله بيكون فيها جزء من تحقيقات الشرطه عن مجموعتهم الكلاونز، وبيتعصب ماكس علشان MRX بيكون بعت لهم التقرير دوت وبيتريق عليهم، وبيقرر ان هو يعمل حاجات اكبر من اللي هو عملها MRX نفسه. وبيقترح عليهم بنجامين ان هم يخترقوا جهاز المخابرات السري، وبيعجبوا بالفكره وبيقرروا ان هم يعملوها. وبيروحوا بالليل للمبنى اللي فيه الجهاز وبيقسموا مهمات بينهم، وبتكون مهمه بنجامين اختراق نظام الاتصالات والطباعه، ومهمه ستيفان تعطير الكاميرات، وبول بيفصل الكهرباء عن المكان، وماكس بيمسح المعلومات من على الجهاز. وبيخلصوا مهمتهم وبيمشوا وبيروح علشان يحتفلوا. وبنجامين بيشوف ماري في الحفله، وبيروح ماكس علشان يجيبها ترقص مع بنجامين اللي بيكون في الحمام. ولما بيطلع بيلاقي ماكس بيلعب لماري في ودنها، وبيمشي ومش بيرضى يدخل حد من المجموعه البيت، وماكس بيقول له ان هو ولا حاجه من غيرهم. وبيقرر بنجامين يثبت لهم عكس دوت، وان هو اذكى واحد فيهم عن طريق ان هو يبعت معلومات خطيره جدا MRX، وبيكون جابها لما كانوا في مركز المخابرات. وبعدين تاني يوم بيروح للكلاونز علشان يصالحوا بنجامين. وبعدين بيسمعوا في التلفزيون خبر موت هاكر اسمه كريبتون، وبيكتشف بنجامين ان هو واحد من العملاء اللي كشف اسمائهم لما بعت معلومات من جهاز المخابرات MRX، وكان شغال مع المخابرات علشان يكشف حقيقة MRX. وبيتضايق بنجامين من اللي عمله لان هم كده متهمين بسرقة معلومات من جهاز المخابرات والتسبب في قتل عميل سري من عندهم. وبيقولوا ان هم ساعتها قرروا ان هم يسلموا MRX للشرطة علشان ما يبقوش هم اللي قتلوا العميل بتاع المخابرات. وبيقول للمحققة ان هم كسبوا ثقة MRX وطلبوا منه ينضم لمجموعة فريندس. وبيكون MRX كلفهم بمهمة في مركز الشرطة الأوروبي، وهي ان هم يوصلوه بالسيرفر الرئيسي للمركز، وساعتها جهاز MRX الشخصي هيكون مفتوح معاهم ويقدروا يعرفوا هويته الحقيقية. وبيقرر بنجامين ومجموعته ان هم يتخلصوا من البيت اللي اتجمعوا فيه واي حاجة ممكن تدينهم ويحرقوا البيت. وبعدين بيسافروا للمدينة اللي فيها مقر الشرطة الأوروبية كتير علشان يلاقوا طريقة يخترقوا بيها سيستم المكان او يدخلوا للمكان نفسه، ولكنهم ما لقوش اي ثغرة لحد لما بيشوف بنجامين بنت خارجة من المركز وبتقع منها بطاقة بياخدها بنجامين وبيخبيها معاه. وبعدين بنشوف ان ماكس اتصاب وهم بيحاولوا يدخلوا المركز، وبيحس بنجامين بالذنب لان هو السبب في اللي حصل دوت، وبيقرر يعمل المهمة لوحده. وبيفتكر كلام ماكس عن الهندسة البشرية وانها بتعتمد على الجراءة والثقة، وبيقرر يدخل للمركز بالبطاقة اللي وقعت من البنت. وبيدخل للمكان بعد لما بيحور على الحارس، وبتكون خطته هي تثبيت جهاز في قاعة الأجهزة بتاعة المركز بيكون قادر ان هو يقرا الداتا على اي جهاز في المكان اول لما يتصل بالشبكة. وبيكون بنجامين اخد الجهاز دوت من MRX، وبينجح بنجامين ان هو يخترق سيرفر الشرطة الأوروبية، وبيكون مستعد ان هو يخترق جهاز MS اول لما يتصل هو كمان، ولكن MRX بيرفض الاتصال. وبيكتشف بنجامين وبيصوره وبيبعت ناس علشان تقتله بعد لما بيعرف مكانه، ولكن بنجامين بيهرب منهم. وبعدين بيكمل كلامه للمحقق وهو زعلان ان MRX كسب كل حاجة منه وقتل صحابه، فهو قرر يسلم نفسه علشان ما يموتش زي صحابه. وبيقول للمحققة ان هو مستعد يسلم MRX مقابل ان هم يدوه هوية جديدة ويحموه عن طريق برنامج عندهم اسمه برنامج حماية الشهود. وبتقول له المحققة ان هي موقوفة عن العمل اصلا، ولكنها هتحاول تساعده عن طريق صديقها. وبيبدأ بنجامين خطته في الكشف عن MRX انتقاما لاصحابه اللي قتلهم MRX، وبينتحل شخصية MRX وبيبعت رسائل لكل الهاكرز باسمه وبيقول لهم اشاعات عنه زي ان هو متعاون مع المخابرات ومبلغ عنهم. وبيعمل بنجامين فخ MRX علشان يكتشف هويته
الحقيقيه، وبينجح ان هو يكشفه، وبتقبض الشرطه على ام ار اكس، وبترجع المحققه لشغلها تاني بعد ما قبضت على ام ار اكس، وبتقول لبنجامين ان هو هياخد هويه جديده ومش هيتحبس. وبتعرف المحققه ان بنجامين مريض نفسي عن طريق الدكتور بتاع والدته، وبتقول له ان هو كمان مش هيعرف يدخل برنامج حمايه الشهود اللي هي وعدته بيه. فبتعصب بنجامين ويقول لها ان كده مجموعه فريندز هتقتله زي ما قتلوا اصحابه. وبتفكر المحققه في طريقه علشان تساعده، فبتخليه يخترق السيرفر بتاع الشرطه ويدخل نفسه في برنامج حمايه الشهود وياخد هويه جديده، وبتوصله المحققه علشان يسافر. وبعدين بنكتشف ان اصحاب بنجامين لسه عايشين، وان ده كان من تخطيطهم بعد لما ام ار اكس كشفهم. وبنعرف برضو ان بنجامين مش مريض نفسي ولا حاجه، وان هو قدر يخدع المحققه علشان يخليه تخترق برنامج حمايه الشهود، وبياخد هويات جديده ليه ولاصحابه كلهم كمان، وبيسافروا كلهم ويبداوا حياه جديده. وبكده يخلص فيلمنا. ما تنساش لو الفيديو عجبك تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. تابع صفحه الفيسبوك واعمل لي فولو على انستجرام. كان معاكم محمد ابراهيم من قناه اسرع فيلم، منتظر رايكم في التعليقات. مع السلامه.